4 دول في العالم اسمهم غينيا، مش عارف من قله الاسامي ولا ايه. 3 منهم موجودين في قاره افريقيا. السؤال بقى ليه كل الدول دي اتسمت غينيا؟ الحكايه ان كل الدول دي موجوده في غرب افريقيا على المحيط الاطلنطي، ولكن في جزء من المحيط الاطلنطي بيتسمى خليج غينيا، فكل الدول دي اتسمت غينيا. ولكن لو عايز تعرف اسمها بالكامل كان غينيا الاسبانيه وغينيا البرتغاليه وغينيا الفرنسيه، لان ببساطه المنطقه دي كلها كانت تحت الاستعمار الاوروبي للدول اللي انا قلت اسمها. طيب الدول دي كلها حصلت على استقلال. اول دوله استقلت اللي كان موجود فيها غينيا الفرنسيه، هنسمي نفسنا ايه يا جماعه؟ هنسمي نفسنا غينيا وخلاص لاننا على ساحل غينيا. بعد فتره استقلت غينيا الاسبانيه، فبقى اسمها ايه؟ قال لك هنسمي نفسنا غينيا. فايه ده؟ في حد اسمه غينيا اصلا؟ طب نعمل ايه؟ فقال لك طب خلاص احنا نسمي نفسنا غينيا وندور نفسنا على علامه، فلقوا نفسهم موجودين على خط الاستواء، فقالوا احنا هيبقى اسمنا غينيا الاستوائيه لان احنا مكاننا وموقعنا دايس علينا خط الاستواء. بعد فتره استقلت غينيا البرتغاليه، طب نعمل ايه؟ فقال لك احنا مش هينفع نسمي نفسنا غينيا كده وخلاص، العاصمه بتاعتنا اسمها بيساو، فقال لك هنسمي نفسنا غينيا وبعدين بعدها اسم العاصمه بيساو، فبقت غينيا بيساو. دول 3 غينيا، ولكن نقدر نقول ان السبب الاساسي للموضوع ده هو الاستعمار. ودي المعلومه اللي انا كنت بقول لكم عليها، ان افريقيا اترسم فيها حدود سياسيه كتير بسبب الاستعمار زيها زي اسيا وامريكا الجنوبيه. السؤال بقى ليكم، لسه غينيا رابعه مش موجوده في اي قاره من قارات العالم القديم، ولكن موجوده في قاره من قارات العالم الجديد. اللي يعرف فيكم غينيا الرابعه فين يقول لنا عليها.